السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم على قناه يوميات مروه سليمان والفراخ البلدي كمان. ورجعنا لكم تحدي العشق يا جماعة. قبل ما نبدا بيه يا ريت كده تصلوا على النبي، لنا كمان صلاة، دعمنا بلايك دعمنا بلايك، ولسه ما اشتركش اشترك وفعل الجرس الكلمة كل عشان يوصلكم ايه كل جديد ان شاء الله. معانا كل واحد فرخه بلديه محشيه مع الملوخيه ومع الشوربه ومع المخلل ومع الشيبسي. التحدي يا جماعه على اللي يخلص الاول. يعني احنا طالعين كده نتكلم معاكم كده وناكل بالراحه وعلى مهلنا، يعني مش ورانا اي حاجه. يا سلام يا ديك من سلام. ضمنك بوظت الرص. لا هو يعني محبوظ الرص. بس نسينا نجيب ليمون للشرب. ايه؟ نسينا نجيب ليمون. موجودة. شوفها كده عايزه ليمون ولا لا. اتفضلي يا ابو ادم. الشوربه من غير ليمون يعني لا، الليمون له دور برضه، دور كبير الصراحه. في ناس ما بتحبش الليمون على الشوربه خالص، غلطانين دول. بس احنا ما بنعرفش نشرب الشوربه الا بالليمون. يلا بسم الله. اتفضلوا معايا يا جماعة. جهزت الشوبس، جبت احضرها في الفريزر ونسيتها ثلاجه. فظيعه. بسم الله. الفرخه لسه مولعه. شوفوا بخ. سلام. بخ. كتر ما هي مستويه الدبوسه طلعت، العظمه طلعت لروحها. بصوا اعتبروا ده مش تحدي، طالعين ناكل عادي كده. لا تحدي عادي. ازاي؟ عادي. كنا بنعملها الاول التحديات دي وكانت 100% والله. يعني قبل ما نطلع لكم تحديات الواجب والكلام ده. بسم الله. لسه مش معروفه. خطيرة. تسلميلي. كانت واحده كاتبه لما رحنا سوق العبور وكده، لما شاركنا معاكم اليوم، يعني كاتبه بتقول انتوا ما تعملوش غير تحديات بس، احنا ملناش دعوه بفلوجاتكم ولا طبخاتكم ولا الخضروات اللي بتشتروها ولا الكلام ده. انا بقى بقول لك لو انت مش بتحبي غير التحديات اطلعي من عينتنا. لا والله بقول لك كده. لا يعني انت بصوا. لا انا بوجه الكلام لها هي مش ايوه ما هو لها هي. لا هي اذا انت مش بتحبي غير التحديات بس فقناتنا مش هتنفعك خالص والله. فروحي منها وروحي شوفي اي قناه فيها تحديات. والله القناه اشمعنى الباقي كله على راسي من فوق، اقسم بالله انتوا كلكم على راسي من فوق. فعشان خاطر ايه تدعمونا وتخلونا يبقى عندنا روح للتحديات او الفيديوهات اللي بنعملها. فانتوا كفوا عليكم كل اللي على فكره يا جماعه القناه اسمها يوميات مش اسمها تحديات. مش اسمها تحديات. يعني اصلا احنا اليوميات دي يعني نشارك معاكم اي حاجه، طبعا في الحدود، مش اي حاجه يعني، بس لا يعني ايه نشارك معاكم يومنا، نشارك معاكم مش عارفه ايه. فعلى فكره الفيديو ده عجب ناس كتير جدا. هو الفيديو عندي على القناه يدخل دماغ المتابعين، حتى الناس كتير جدا صراحه، مع انه كان 50 دقيقه. قالوا المفروض الفيديو ده يطلع ترند، مع انه كان 50 دقيقه. فاحنا يا جماعه الناس صعبان عليها ان الفيديو مش عليه تفاعل، لان احنا تعبنا فيه، بينا لكم فيه جمال مصر وجمال بلدنا. فالفكره ان القناه اسمها يوميات مش اسمها تحديات. فانت كان ممكن توفر الكومنت السلبي ده وتخش على الحاجه اللي انت عاجباك بس. ان انت دخلت شفت الصوره المصغره ما تخشيش على الفيديو، فاهمه؟ تلاقيها طفله يا شيخه، دي تلاقيها طفله صغيره. في كومنتات يا جماعه بتاثر، في كومنتات بتحبط، انتوا فاهمين؟ واحنا بنشتغل لكم على القناه وبنتعب جدا في القناه. انا بوجه الكلام ده للناس اللي بتكتب كومنتات سلبيه، انما في كتير جدا بيحبونا وبيموتوا فينا وبيدعمونا حتى لو طالعين نتكلم. والله دول ناس في قلبي من جوا، اقسم بالله. احنا مش بنقصر في التصوير، يمكن احنا اكتر قناه عندي الان متمسكه بالتحديات. من 3 سنين بنعمل تحديات. والله يعني مش حد من 3 سنين لغايه دلوقتي بيعمل تحديات غيرنا عادي. حرام يعني ان واحده كده لسه طفله نونو تكتب كومنت عبيط زي ده. مش تضيع مجهود اللي قصادك، ان احنا تعبنا في الفيديو
كومنتك ده عبيط يعني، مش لا اي اهميه عندي والله. فلو انت وفرتيه وبقيت تخش على الفيديو اللي هو انت حباه، كان وفرت على نفسك الكلام ده كله. بعدين انا مش طالع ارد على كومنتك، انا طالع اقول لك سيب القناه واطلعي بره. يعني عشان مش تقدر تكتب لك كومنتات تاني، فهمت ايه؟ اشمعنى انا مش يهمني الكومنت بتاعك ولا يفرق معايا لغايه غادي، عشان انا عارف المتابعين اللي بيحبونا على ايه. فهمتي؟ عارفين الناس اللي بتحبنا وعارفين متابعة يوم ولا اتنين ولا وعارفين سنة. كومنتاتهم. لا الناس معانا لها 3 سنين فعلا من ساعة ما فتحنا. وبعدين شفت كلمة ام ادم في البداية؟ جالت وحدة مش جالت اتنين الفلانية، عشان احنا عارفين كل اللي بعالجوا لينا. طالما جالت وحدة يبقى انت أول مرة تحطي تطش الكومنت كده، فهمتي؟ أول مرة تحطي لنا كومنت كده. وجاي تحطي ايه؟ يعني بالسلبي. تحسبي ان مروه وسمان هيحبطوا ولا؟ لا مش هنحبط خالص على فكرة. بالعكس، مروه وسمان وراها جيش ابطال، جيش ابطال. عارفين يعني جيش ابطال؟ اللي بيحبونا كتير جدا. فبصراحه احنا مستمرين عشانهم. كفو عليكم يا اللي بتدعمونا على اي حاجه احنا بننزلها. كفو عليكم، كفو عليكم والله. اقسم بالله تحديات السرعه اللي احنا بنعملها دي اقسم بالله بتوجع معدتنا جدا جدا جدا. جرب كده تبقى قاعده في البيت تجيبي طبق كبير مليان اصناف اكل ومعاهم حلويات ومعاهم معرفش ايه، وجربي تاكلي ده كله في الثواني اللي بتطلع علينا، مش هتقدر تكمل. مش تبرر يا مروه، احنا ردينا عليها. لا مش ببرر، لا بس بقول لهم ومع ذلك بنعمل والله، لان احنا ايه بنشكوا حابين ايه وبنروح نعمله اكتر يعني. احنا بنتعب تعب على اليوتيوب ومش بنلاقي مقابل. لو لاحظت هتلاقوا القناه واقفه جدا بصراحه. يعني جربنا نعمل كل حاجه يا جماعه، مجال التمثيل، حياه يوميه، فلوجات. برضه القناه محلك سر. الناس اللي متابعانا من زمان والله بيخش يعالجوا لي بيقول اشمعنى قناتكم مش بتتحرك. لو احنا ماشيين على محتوى واحد هقول لكم عشان المحتوى اللي احنا ماشيين فيه، انما لما ننوع وبرضه القناه واقفه يبقى مش عارفه الصراحه العيب في ايه. لو العيب فينا قولوا العيب فيكم، مش يعني مش تجاملونا. لا واللي عارف مروه وسليمان على ايه عارف ان احنا من النوعيه اللي مش بتحب البرود في التحدي. بنحب الكيد، بنحب الحماس، بنحب نعاند، فاهمين؟ بصوا يا جماعه، انا هقول لكم حاجه واحده بس. انتم بتقولوا مروه وسليمان قناتهم ليه مش بتجري كده؟ ليه ما بيجيش عليها مشتركين كتير؟ خساره، المفروض تستاهل 2 مليون و 3 مليون. انا بشوف كومنتات كتير كده. عارفين هي مش وصلت للمستوى اللي انتوا بتقولوا عليه ليه؟ عشان احنا مش بنتصنع، مش بنحب تصنع، مش بنحب نطلع بوش تاني غير الوش اللي احنا عارفه بيتنا. لا مش زي ما احنا والله. اقسم بالله العظيم احنا بنطلع لكم على التحدي او في الفيديو زي ما انا بتعامل ورا الكاميرا مع جماعه بيتي، وزي ما مروه بتتعامل معاي ورا الكاميرا برضو. يعني مش في اي تصنع، فاي قناه مش فيها تصنع، واي قناه تحسها محتواها محتوى يعني ايه محترم شويه، ما فيهوش لو ابنك او بنتك بتسمعنا انت مطمنه ان هي بتسمع مروه وسليمان. فهي القنوات دي هي اللي بتقعد فتره كده بتتاخر عبال ما تكبر. فالحمد لله الحمد لله انتوا عندنا ب 100 مليون بصراحه. والله غنيين عن المشاركين كتير قوي، لان كومنتاتكم بتفرحنا. دخلتكم علينا على الفيديو كده وتحطوا لنا كومنتات حلوه كده، دي بالدنيا كلها. فراخ فظيعه جميله، عامله زي الحمام. عامله زي الحمام. العظم بتاعها طري. كيلو دي صح؟ فرخه كيلو. احلى حاجه هي الفراخ البلدي دي صغيره. الفراخ البلدي مش بتبقى كبيره اصلا، دي الشمر. لان لو الفراخ البلدي كبرت بتلاقوا لحمتها مليفه ليفت وجمدت. تلاقوا اللحمه جامده مهما تستوي.
انتوا والله العظيم حبايب قلبي، الله يسعدكم يا رب زي ما بتسعدونا. ايوه. الكلام اللي زي العسل زيكم، مش لكم دعوه باللي حصل في الاول. لا اللي حصل ده احنا موجهينه لواحده بس، لواحده، لشخص واحد في المتابعين كلهم. شخص مش منا اساسا. هتقولي ليه طيب طلعتوا تردوا لما هي واحده؟ مش حبيت ان تضيع مجهودنا والله الصراحه. يعني ايه لا الكومنت غريب كده، يعني ايه احنا مش عايزينكم تصوروا غير تحديات وما تعملوش غير تحديات. احنا مالنا ومال طبخكم وخروجاتكم وشراكم. الاسلوب نفسه في الكومنت كان ما عجبنيش يا جماعه. سبحان الله، كان ممكن تكتب الكومنت بطريقه، كتابة الكومنت نفس طريقتها مش حلوه. تحسوا في حد كده ايه. عشان انا اتعمدت اقطع كلام ام ادم واقول ليها اطلعي بره القناه، قناتنا مش تلزمك. عارفين انتوا لما تحس حد باموركم كده؟ حسيت ان في امر كده في الكومنت. الامر لربنا لله واحد، يعني لله وحده الامر اللي معنا. ربنا هو اللي يأمر بس. اللي مش بحبه كده كده احنا نسبة الفلوجات عندنا، يعني المقالب والفلوجات والروتينات كده كده النسبة في المشاهدة بتاعتهم تبقى وحشة اصلا. المشاهدة ما بتظبطش شوية يعني مش جو برضه على فكرة، يعني مش جو برضه، يعني مش زي ما احنا بنبقى متوقعين. ما بتظبطش اللي على التحديات، فخلاص الصورة المصغرة بتبين ان ده تحدي ولا مش تحدي. مش ببقى حاطط لك صورة اكل وبعدين تخش تلاقيه مقلب ولا تخش تلاقيه لما بنحط صورة سفرة واحنا قاعدين عليها واحنا بره، هو ده الاكل اللي احنا بناكله بره. مش بحط لك مثلا عجل وتخش تلاقيه سمك. فخلاص وفر على نفسك الكومنت ووفر عنا الرد، لان احنا مش هنطلع الرد تاني. عايزه تخش على التحدي فقط خشي، مش حابه الاشخاص. وفي على فكره في قنوات كتير، ده بتهيألي مصر كلها عامله قنوات. اي قناه من المصريين هتلاقيه بيعمل تحديات. احنا كمصريين بنحب الاكل، مش هقول لك لا. الناس بقى الاصيله اللي بتحبنا دي والله العظيم انا مش عارفه اقول لكم ايه. مهما اتكلم الكلام شويه عليكم والله بجد والله، مش على اي حاجه. انتوا فعلا ناس محترمه. انا عارفهم بالواحد، وانا لما بنزل اي فيديو على القناه الثانيه هم اللي بيحبونا دول، هم بيروحوا هناك. هم اللي بيروحوا لي على المطبخ. عارفكم والله بالواحد وبالوحده. والله العظيم. وبالاسم، يعني كتر خيركم اقسم بالله على لما تلاقوا ناس حباكم، دي بقى الناس اللي حبانا لا شخص والله كلامكم حلو ولا واكل ولا شرب. كلامكم حلو بيصبرنا على الناس الاطفال اللي بيكتب كلام مش لازم ده، اقسم بالله بيدينا طاقه ايجابيه. انا خلصت الجبر من زمان. خلصت عادي يا بوي. والملوخيه والشوربه ظروف يومين. لا دي برضه تحدي النهارده. احنا مش اتفقنا. اتفقنا ها؟ مع نفس الكميات. عايز تكسب كملهم. شبعت تنسحب. مش شبعت تنسحب. اصل انت لا انا في مخي ان الشوربه والملوخيه من التحدي والله. الشوربه بس. مشيها فيديو عادي، فيديو عادي. انا كده كده كنت طالعه اتكلم معاك والله. بس ليه بناكل بقى؟ لا احنا ما اكلناش. واقول بدل ما اعمل فيديو كده لا ناكل عشان نجيب مشاهدات. بس احنا بنحب المشاهدات جو. فين الحشو اللي كلته؟ خسران. لا طب الطلسم ده الطبق كله حشو. مش فيه حشو، ده شيبس.
مين اللي جاع بقى على الكريم؟ بس الواحد ايه؟ المروحة دي بتهوى على مين؟ صب يا بنت. المروحة دي بتبص عاملة ازاي؟ طب صب طيب. المروحة نسينا نعدلها علينا والله. بتعدليه؟ طب خد افتحها طيب، امسح ايدك وافتحها. لا مش همسح. من المناديل لزقت في ايدي. مش عايز امسح عشان كده بقى. يا لهوي عليك راجل انا ملوم. افتحها لك من غير ما عايز الثلاجة ازاي؟ البلاش. البيبسي لما يتلج الصودا بتاعته بتبقى اعلى. فكرني باخوي محمد وهو عاوز الكوبايه كده. اتعلمتها منه اصلا. كان بيتعصب ده والله يمسيه بالخير هو واحمد يا رب. كده ما تطلعش الصودا بتاعتها. بتعصب ده لما لاقيني بقلب كده. ما ترغيش يعني ما ترغيش. لا يا شيخه بس يا شيخه طلعت الصودا الاقيه عاوز الكوبايه وبصب زي سليمان كده. يعني من ساعة ما عملها قدام وانا ما بصبهاش الا كده اصلا. انت مديني الاثنين ليه؟ اما اديك انا دي بتاعتي دي. اتفرجت ايه يعني؟ عشان التلج. دي بقى تلج. اديك من ضميرك. دي بقى تلج اكتر. قطع تلج. يا لهوي. ها؟ فظيعه. ايه. نشرب معاهم برضه. مانيش انا البطل مع برضه. حبايبنا. هي بس انا البطل برضه النهارده. ليه؟ امال ايه؟ لا يا بابا كل حشو دي وبعدين بتكلم على نفسه. لا مفيش حشو، نفس الحشو اللي قدامك لا والله بالظبط. اكتر. وبعدين انا مجزجز الفرخه احلى منك صراحه يعني. صراحه ربنا. لا طلع حاجه كده. بس انا البطل. مفيش مقارنه. فرختك اصغر وانت اللي اخترت الصغيره. مش اديتها لي ليه؟ انا ما اخترتش. انا جيت لقيت الفراخ على بتاعه وقعدت كلت. انا حطيت لي فراخ على السفره مش رصيده بصراحه. انا شلت الفراخ وكنت بصورها. كنت بصور صوره مصوره. انا حطيت فرختين هنا جنب بعض عشان يصورهم وطلعت البس. يعني كنت لسه مش لبست بعد ما حمرت طلعت البس. نزلت لقيته هو بقى اللي راصص وجبت انا الملوخيه من جوه. اقسم بالله اكله رهيبه وفظيعه. انا عامله للولاد برضه على فكره. احنا اساسا يعني كده عيالنا عيالنا قبل بياكلوا ما قبل ما. مش بيستنونا لما احنا نعمل تحدي. لا عيالنا قبل ما احنا نرص السفره دي يكونوا هم مستحيل واقفين يستنونا لانهم اطفال اصلا. وشاربين عصاير او شاربين اي حاجه من اللي احنا جايبينها ويطلعوا. وبعدين احنا اللي يلعبوا. بنوكلهم كمان بايدينا الاول. لا عيالي فلذات تحتاجي. بس هم مش بيفيجوا. لو لاحظت ان هم مش بيفيجوا هم اصلا ما بياكلوش حلو. حزانه والله العظيم. هيفيجوا بكره يكبروا ويفيجوا ما يكون زيهم كده حزين ما باكلش. وانا كنت رفيعه أيوة خالص والله. برضه. سبحان الله تحس الناس اللي ايه اللي مش بيحوشوا حاجه عن عيالهم بيبقوا صفر كده الفراخ دي وحزان. كنت استحاله اكل الصدر. كنت استحاله اجرب على الصدر. اللحمه بس نفسها اللحمه مش كنت بحبها. وانا مش كنتش باكل وانا صغيره غير فراخ بس ولا بط ولا ما لحمه. كنتش باكل لحمه دي كل عيد مره. كل عيد لما نذبح مره من الذبيحه بتاعتنا. اشمعنى ما كنتش باكلش لحم من بره ولا ده بحس المفروض كده. الذبيحه ما تاكلش منها لان في اطفال لما بتشوف الذبيحه بتجرف من اللحم. لا انا لا بحب الذبيحه دي بقى. بحس لحمتنا كده بعد ما ذبحناها احسها طريه على الاسنان. لما بنشتري لحمه من بره احسها بتمسك في اسناني. فدي اللي كان بيخليني اكره اي لحمه. والصدور كنت بكرهها بسبب كده. اسناني كانت هي العقبه الوحيده في الصدور واللحمه. عشان كده خلى على الاسنان بدري يعني. خلعت والله اتخلعت. بصوا احنا مجهزين لكم مفاجاه. تخيل ان احنا يعني بعد التحدي ده احنا احنا ماشيين. رايحين فين؟ احنا ماشيين بعد التحدي والله. يعني انا لابسه اهو هطلع البس لاولاد وزي ما انا لابسه كده. وهنمشي هنعمل بقى معاكم مقدمه تاني للفيديو اللي احنا ماشيين ليه. اتوقع بقى في الكومنتات احنا ماشيين فين. المفاجاه دي كله يتوقع في الكومنتات. اصل ابو ادم البطل ليه مفاجآت كده محدش بيعرف يفجسها ابدا. اي والله. طب لو شاطرين اللي هيكتب كومنت صح
هيطلع على الشاشه صح؟ نظهره. اللي هيكتب كومنته صح هظهره على الشاشه مع الفيديو اللي هينزل اللي هو هيقوله. اللي هو هيقول اجابته. هو هيقول اجابه بس مستحيل يعرف انا رايح فين ورايح اعمل ايه. مستحيل. لان انا دماغي محدش يعرفها ابدا. والله يبقى مستحيل. غير مين مراتي. لا ولا انت. لا والله لا قصك راجل. لا ولا هي ولا اي حد خالص. دماغي دي معناها في ثانيه محدش يجي يضرب اللي فيها. فانتوا لو انتوا عمد يعني عمده. يعني لو انتوا عمد قولوا لي في الكومنتات انا رايح فين ورايح اعمل ايه وهقعد كام يوم بره. يدوك من ضميرك ما بلاش كام يوم بره دي. لا هقعد كام يوم بره. اصل سفر ده سفر ايام وليالي وعشتك يا غالي يا ابو ادم يا بطل. يا رب يكون التحدي بتاعنا عجبكم. ولو عجبكم ادعمونا عليه لايكات كتير. واللي هو مش تحدي هو فيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واحنا طالعين كده نتكلم معاكم عادي. طالعين نتكلم معاكم وناكل كده وتقبلوا منا كلامنا وتقبلوا منا اي حاجه احنا بنعملها زي ما احنا بنتقبل منكم اي حاجه انتوا بتقولوها واي حاجه انتوا بتعملوها معانا بنتقبلها وبتبقى على قلبنا زي العسل. وانتوا كده في جراسنا من فوق واي كلمه على اي حد احنا بنتكلمها عليه يا ريت الناس اللي بتحبنا وبنحبهم يبقوا على جنب ما يتدخلوش في المواضيع دي. لان بيكون يعني ايه الحاجات اللي بتنحط هنا دي بتكون عيال صغيره بتكون ناس يعني ايه ناس بتوع غوايش. فاهمين انتوا؟ الناس بتوع الغوايش دول بيجوا يعني ايه يرموا اسفين كده يعني يرموا حاجات زي الفتنه كده فتن في التعليقات. فاحنا عندنا غوايش برضو عندنا خواتم ولسه رايحين سفر وهجيب غوايش. لا والله ما عايز افتيات.